السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم بإذن الله. غنشارك معكم هاد البسطيلة غير بالميرنة. يعني تبقى سمك غير مكلف، تجي زوينة والشكل ديالها كيف ما تتشوفوا. يعني هذه درتها لوليداتي، يعني بالأحسن مرة الواحد يضايف وليداتو ويفرحهم وخا غير بالقليل. جات زوينة ورافقتها بهاد البريوات، يعني بنفس الحشوة، غير هما ما فيهمش الحار. يعني اللي ما بغاش الحار داخل بسطيلة ياخدهم. جات رائعة ولذيذة بزاف، نتمنى تعجبكم. وبسم الله على بركة الله نشارك معكم الطريقة والمقادير. هنايا عندي الصوجة، وبالنسبة للمقادير الآخرين هنايا كيف ما تعرفوا خديت الورقة ديال البسطيلة 750 غرام، كيلو إلا ربع. وخديت السمك ديال الميرنة، يعني تيبقى غير مكلف مع هاد الغلا، مع هاد الغلا اللي ولا، يعني كلشي غلا. الله يرحمنا برحمته. الميرنة تتبقى في المتناول. وشوية ديال القمرون، خديت نص كيلو. وهنايا عندي 2 كيلو ديال الميرنة. وبالنسبة للقمرون خديت القشور ديالو، هنايا سلقتهم. غنديرهم نكملهم في السليق، غير وريتهم ليكم باش غادا نسلق فيهم الشعرية ديالنا. وهنايا خديت الفطر المجفف وفطر الطري، هاد الكمية اللي تتشوفوا. وشوية ديال الزيتون المقطع، تقريبا 3 دراهم. وهنايا غنخلط ما بين الشعرية ديال الروز والشعرية العادية باكية. وبالنسبة للتوابل شوية ديال الخرقوم، البزار، سكينجبير، الكمون، الثومة محكوكة، والمعدنوس. يعني ما ديروش القزبر، غير المعدنوس بوحدو. وضامة ديال السمك، واحد تقريبا ملعقة كبيرة ديال مركز الطماطم، وشوية ديال الهريسة. وزيت الزيتون يعني حتى هو نديروه مع شوية ديال زيت نباتية، تنخلطهم بجوج. اول حاجه كيف ما تشوفوا غندخلوا السمك ديالنا للفران. غادا ندير ليه غير شويه ديال الملحه والبزار وزيت الزيتون والحامض، وندخلو يتشوى في الفران كيف ما تشوفوا. يعني مازال غادي نضيف ليه التوابل اللي شفتو، يعني بلا ما نكثر ليه التوابل. كيف ما تعرفوا الميرنه يعني ما تتبغيش التوابل بزاف. واللي عنده يقدر يزيد اي سمك بغا، يقدر يزيد شويه ديال الكالامار اللي متوفر عندكم ديروه. انا شاركت معكم غير الطريقه والتتبيله اللي تندير فيها، نتمنى تعجبكم. والله يوفق الجميع. هذا هو دعائي في جميع الفيديوهات، ندعي مع الجميع. هنايا كيف ما تشوفوا ان هاد التوابل ديالي غنديرهم نشحرهم شويه، ضروري تشحروهم. غنضيف ليهم زيت الزيتون وزيت نباتية وعصير الحامض. يعني سبعوا غير العناصر. انا بسطيله ديال السمك راه تتبقى ساهله. هنا كيف ما شفتوا غادا نشحرهم شويه، وغنضيف ليهم واحد نص كاس تاع الماء. اللي عنده الحامض مصير يضيف شويه.
انا ما عنديش. هنايا عصرت الحامض، وكيف ما تشوفوا غنضيف تقريبا نص كاس صغير تاع الماء باش العطريه ديالي ما تحرقش. هنايا غنشحرهم، وهما باش غادا نتبلو المقادير ديالنا. هنايا غنصفيو القشور ديال القمرون، هما اللي غادي نسلقو فيهم الماء ديالهم، هو اللي غنسلقو فيه الشعريه الصينيه. من الاحسن تصفيوه مزيان. يعني هاد الكميه اللي شفتو ديال الشعريه يلاه كفاتني البسطيله والبريوات. يعني ما تشوفوش جوج باكيات وتقولوا ان راها كثيره ولا هذا، يلاه جات لحد في القد. انا خلطت بيناتهم باش ما تجيش غليظه. وهذه هي التتبيله اللي شفتو هاي من بعد ما شحرتها. يعني ما تنضيف لا بودره ديال الثوم لا عطريه ديال السمك، يعني غير هاد التتبيله تتجي لذيذه. والمقله اللي شحرت فيها التتبيله هي ما غسلتهاش. غنشحر فيها الفطر المجفف والفطر الطري والزيتون اللي مقطع. غنضيف ليهم شويه ديال الزبده، وشويه ديال زيت الزيتون، تقريبا 2 معالق. ومعلقه من التتبيله اللي شحرت ما تحدفات ليا في التصوير. ها هما من بعد ما شحرتهم. وبنفس الطريقه كذلك غادي نشحروا القمرون ديالنا. غناخدو معلقه ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون ومعلقه كذلك من هاد التتبيله اللي شفتو. وغادي نشحروا القمرون ديالنا على نار عافيه مجهده باش ما يطلقش لينا الماء. كيف ما شفتوا ها هو شحرته، وغنحطو حتى هو على جنب بما طاب لينا السمك ديالنا.
الشعرية ديالنا كيف ما شفتوا، ها هي من بعد ما صفيناها غادي نقطعوها. ها هي ناشفة، وغنضيفوا ليها كذلك ملعقة من التوابل اللي عندنا، يعني غادي نتبلوها مزيان. ها هي ضفت 3 المعالق هنايا. واللي تيبغي الحار يقدر يزيد على الكمية اللي درت. انا الولاد ما تيبغيوش الحار بزاف، يعني بهذه الطريقة غنبقاو حتى ندخلو فيها كاملة العطرية باش تجينا لذيذة. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، يعني مرة الواحد يضايف راسو، يدير الضيافة لراسو، يوجد في دارو لوليداتو يفرح بيهم. ماشي ضروري حتى يجيو عندك الضياف عاد تنوضي ديري ليهم دجاج محمر ولا اللحم محمر ولا بسطيلة. مرة الواحد يفرح بوليداتو وبراسو. وهنايا ضفت واحد ملعقة ديال الصوجة تعطيها كذلك واحد المذاق زوين. واللي ما عندوش ماشي ضروري، يعني غير هاد التتبيله راها كافيه تجي بها بسطيله ديالنا لذيذه بزاف. والسمك ديالنا كيف ما شفتوا الميرنه من بعد ما طابت ها هي نقيتها. هنايا وجدت كل شيء، بقى ليا غير نجمع البسطيله ديالي. وكذلك غادي نضيف ليها اوراق ديال الفرماج. هاد الوريقات اللي تتشوفوا من الاحسن تاخذوا هذا النوع هذا الاحمر، تيجي فيها لذيذ. يعني البيض المذاق ديالو بصراحه المذاق ديالو مزوينش، يعني ما تيعطيش داك المذاق ديال الفرماج. هنايا غنخلط كل شيء ما عدا القمرون، حيت غير نص كيلو باش ما يتوضرش وسط الشعريه والميرنه. غنديرو في الطبقة من الفوق، يعني غنخليه هو الفوقاني. وهنايا الكمية اللي بقات ليا ديال الشرمولة اللي فيها العطرية غادي نخلطها مع السمك. كيف ما شفتوا في الاول انني ما درت ليه غير الملح والبزار والحامض. نتمنى الطريقة ديالي تعجبكم، يعني ستبقى طريقة بسيطة ولكن البسطيلة بها جات لذيذة. هنايا نخلطو مزيان جميع المكونات. وستبقى هنايا غير المرحلة الأخيرة ديال الطي، يعني راه ستبقى ساهلة. وهنايا الورقة كيف ما تتشوفوا الأحسن تاخدوها تكون مازال جديدة.
يعني تتبقى ما تتقطعش. أنا كيلو لاروب كفاتني في البسطيلة والبريوات، يعني إلا كنتو غديرو غير بسطيلة نص كيلو كافي. أنا متنبغيش فيها الورقة بزاف. هنايا غنحلها كاملة باش تجيني ساهلة في الجميع ديالها. هانتوما تبارك الله راه رقيقة، يعني الشخص اللي تيوجدها الله يعطيه الصحة. وهنايا خلطت شوية ديال الزيت مع الزبدة مع شوية ديال الهريسة باش الورقة ديالنا ما تجيش، باش تجي حتى هي لذيذة. كيف من العادة دائما الجهة الحرشة هي اللي الفوق والجهة الملساء لتحت. هنايا الصينية ديالنا راه دهنتها بشوية ديال الزبدة، وكيف ما تتشوفوا أن الورقة حتى هي حتى ندهنوها بشوية ديال الزيت مع الزبدة اللي دوبت وشوية ديال الهريسة هي اللي عطي داك اللون اللي تتشوفوا الأحمر. هنايا راه غلبت الزيت على الزبدة باش الورقة ديالنا تجي مقرمشة. هنايا راه غنبقى بهاد الطريقة حتى نغطي الصينية ديالي كاملة، يعني هذه هي الطبقة السفلية اللي تندير. جوج ربعة تقريبا، هنايا غندير 6 الورقات. واللي تيبغي الورقة كثيرة راه يقدر يدير كتر. هذه هي السادسة، يعني تقدروا تضيفوا ورقة واحدة أخرى فوق منها عاد ديروا الحشوة ديالكم. كيف ما قلت لكم أنا ما تنبغيش الورقة بزاف، وحتى ولادي ما تيبغوش الورقة بزاف. ولكن إلا كانوا جايين عندكم الضياف ولا كنتي غادا بها عند شي واحد ولا باغا توجديها ككوموند، من الأحسن تكتري الورقة، يعني ديري جوج ورقات يعني قبل من الحشوة. هنايا غنوزعو الحشوة ديالنا على كلها. ومن بعد عاد غنديرو القمرون. نص كيلو ما فيه والو، يعني تبقى كل واحد على حسب المستطاع ديالو. انا شاركت معكم غير الطريقة ديالي، واللي عنده ما شاء الله راه يقدر يدير كتر. هنا تتبقى المرحلة الاخرى هي انكم تديروا هذا الفرماج، يعني تبقى غير اختياري، يعني حتى هو تيزيدها مذاق زوين، ماشي ضروري ولكن تيبقى زوين، تيجي فيها لذيذ. وحتى الثمن ديالو راه ما غاليش، يعني درهم الورقة. من الأحسن ديروه.
هنايا غنجمعها بهاد الطريقة كيف ما تتشوفوا. وهنايا في هاد المرحلة ضروري تضغطوا عليها بهذا الشكل باش ما تنفخش. هنايا كيف ما تشوفوا راني جمعتها من الجناب. انا هنايا راه درتها متوسطه، يعني غير ورقه واحده غطاتها ليا من الفوق. يعني الا كانت الورقه ديك بسطيله كبيره راه تقدروا ديروا فيها حتى جوج الورقات حتى لثلاثه، يعني تتبقى الورقه اللي غديروا من الفوق على حساب الحجم ديال البسطيله ديالكم. وهنا كيف ما تشوفوا راه تنضغط عليها مزيان، يعني غير ضغطوا عليها. الا كانت الورقه ديالكم جديده يعني ما تخافوش راه ما تطرطقش ليكم. وهنايا غندهنها بهذيك الزويته والزبده اللي تتشوفوا. وهنايا في المرحله الاخرى يعني ستبقى مرحله تزيين. هنا راه الورقه كلها دهنتها بالزيت والزبده وشويه ديال الهريسه. هنايا غنتني الورقه ديالي بهذا الشكل. تجي زوينه. وهنايا تيبقى التزيين اختياري، يعني كل واحد وطريقته، كل واحد تيتفنن في التزيين ديالو كيف ما بغى. يعني بهذا الشكل تتجي زوينه، تتجي راقيه. بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا البريوات حتى هما غادي نوجدهم وتشوفوا الطريقه اللي تنكمل بها الطياب ديال البسطيله. يعني ستبقى مرحله مهمه باش تجي كلها محمره وتبقى محافظه على الشكل ديالها. هانتوما كيف ما تشوفوا كيف ما جات. وهنايا غندخلوها الفران ومن بعد غادي نوجدوا البريوات ديالنا. هنايا راه قطعت الورقه، وهذه هي الحشوه اللي بقات قطعت فيها حتى هي داكشي اللي بقى ليا كله جمعته فيها. الورقه قسمتها على جوج. هنايا غندير بريوات كبار. هذه ما بانتش مزيان. هانتوما راه جمعتها بلا دقيق بلا بيض. انا غنعاود نشارك معكم هذه. هانتوما راه تنجمعها بهذه الطريقه ونجمعها كذلك من الجنب الاخر. صافي وتنجمعوا البريوه ديالنا. هانتوما كيف ما تشوفوا السدان ديالها. هذاك
داك الطريف اللي تيبقى تندخلوه لداخل. راه ما تيتحلوش في الطياب. هنايا غنعاود معكم هادو واضحين مزيان. هانتوما تنديرو الحشوه ديالنا فيهم بثلاثه. وحتى هما منسيتهمش من الفرماج. هانتوما بهاد الطريقه تنجمعوها من الفوق على شكل مثلث، ومن بعد من الجناب وتنبداو نجمعوها على شكل مثلث. هانتوما وهاد الطرف اللي تيبقى لينا في الاخر تندخلوه لداخل بهاد الطريقه. ما تيتحلوش. انا تندخلهم غير الفران، ما تنقليش البريوات، تيجيو مقرمشين. هانتوما كيف ما تشوفوا هنا الطريقه واضحه. وسندخل اللي بقى لي لداخل. هانتوما كيف ما تشوفوا يعني الورقه هنايا ملي تكون طريه راه تتحكمي فيها كيف ما بغيتي، ما تتقطعش. وبالنسبه للطياب ديال البسطيله، من بعد ما طاب ليا هاد الديكور اللي درت فيها في الاخر ديال الورقه، انني حيدتهم وعاد كملت ليها الطياب ديالها، حيت التحت ديالهم بقات ما محمراش. والبريوات ديالنا هما من بعد ما طابوا يعني تا هما جاو ما شاء الله كيف ما تشوفوا، جاو مقرمشين ومحافظين على الشكل ديالهم. البصليه ديالنا حتى هي وجدات، خرجتها من الفران يعني غادا نقلبها في طبق التقديم. ها هي جات حتى هي ما شاء الله، جات محمره وطيبه كامله، يعني غير نقصوا عليها العافيه. يعني راه غير محمره بزاف، يعني ولادي تيبغيوها تجي مقرمشه. وبالنسبه للتزيين هنايا غنضيفوا لها دوك الوريقات اللي حمرنا وحيدناهم. هانتوما علاش حيدتهم انا؟ باش تحمر كامله وحتى يشدوا الفورمه ديالهم يعني الشكل ديالهم عاد حيدوهم. ومن بعد راه تتوضعوهم مباشره فوق البسطيله ديالكم، يعني تيرجعوا يشدوا بلاصتهم. وهنايا غنزينها باوراق ديال الخس من الجوانب. وهنايا غنوضعوا البريوات ديالنا. هاد البريوات ما فيهمش الحار، يعني اللي ما بغاش الحار في البسطيله ياخدهم. وتيبقى تزيين يعني اختياري ديال كل واحد، يعني تقدروا تضيفوا القمرون من الفوق، يعني تيبقى كل واحد والتزيين ديالو.
هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم، وما تنسونيش من الاشتراك ولايك إلا عجبكم الفيديو. وشكرا لكم. ما شاء الله راه جات زوينة بزاف. نتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.